القوانين الخطيرة. بعد إضراب عن الطعام تجاوز الشهرين، لم يقبل الأسير الفلسطيني محمد علان بأقل من الإفراج الفوري عنه. فمن غرفته في مستشفى برزلاي الذي يشهد معركة أسطورية بين علان وسجانيه، أعلن الأسير الفلسطيني رفضه لعرض النيابة الإسرائيلية القاضي بالإفراج عنه بداية شهر تشرين الثاني المقبل. وجهة نظرنا أمام كل التطورات اللي حصلت هناك تراجع إسرائيلي بالفعل، انتصار لمحمد علان الذي كان يصر على أن يوقف اعتقاله الإداري، وهذا ما حصل. كانت إسرائيل تطرح إبعاد إلى خارج الوطن، بل أكثر من ذلك كانت تريد أن يذهب ضحية كما يقولون حتى لا تتكرر الإضرابات الأخرى. المحامون الفلسطينيون خاضوا لساعات طويلة معركة قانونية أمام القضاء الإسرائيلي بهدف الإفراج الفوري عن علان. أما في المشفى الإسرائيلي فالأطباء أكدوا أن وضع علان الصحي ساء في الساعات الأخيرة، وأصبح واجب اتخاذ قرار بحقه. نقول للعالم ونطالب كل المؤسسات الدولية والعربية بالوقوف مع هذه القضية العادلة، قضية أسرانا. يجب أن تبيض السجون من أسرانا. علان وضع الاحتلال في الزاوية، وكذلك المجتمع الدولي. عندما تعجز المؤسسات الدولية عن الوقوف إلى جانبك في قضيتك العادلة، وعندما يعجز المجتمع المتمدن من أخذ موقف ضميري منك، فخذ زمام المبادرة وقل ما حك جلدك مثل ظفرك. فارس صرفندي، العالم، رام الله المحتلة.